السلام عليكم خويا ادم، باش تعطينا اسمك وصفتك وعلاش موجود هوني اليوم؟ جاد حسيس، عضو مكتب سياسي الحزب التونسي. وصلتنا برشا تشكيات، برشا تشكيات وميلوات واسماسات وتليفونات، وديما كل نهار يطلب وهو يبكي. عندنا واحد رمز من رموز النظام السابق، والله العظيم شيء يوجع القلب. راهو مسكين يسخف كيفاش كان كل رموز النظام السابق كلها تخدم تترقى وكل ما شيء، وهو مسكين يظلموه هكاك ويبعدوه. والله شيء هو الوحيد اللي يتحاسب معناتها. هو الوحيد. دونك انت جيت لهوني باش تساندوا. انا اليوم مش انسان. يعني انت يعني انتوما في الحزب التونسي مساندين هالرمز القديم رغم اللي هو صدر فيه قرار انه لازم يتنحى بتاتا. مساندينه بالطبيعه. عندنا الرموز نتاع الفساد الكل قاعد تخدم على رواح. شبيه هو بلا مالي؟ يعني يعني تقول انت ما دام ما تنحاش الاخرين هو لازم يقعد. انت متشبث بالشخص هذا. انا متشبث برموز الفساد. كان سامحني تقدموا لنا السيد هذا اللي اشكالك واللي هبط فيه القرار انه لازم يتنحى. تفضلوا معنا. هو مسكين يسخف ويبكي والله. هو من هنا. نجموش نعملوا معاه تصويره تذكاريه بربي خاطر قريب ينحيهم معناتها من الحكم الكل. احنا مساندينك خويا. لذيذ. يا ربي يقعد. مادام اصدقائك الاخرين من رموز النظام البائد معناتها اسمع خلي لك بلاصه مستشار يا لبيب. لا باش يقعد نفس اصحابه قاعد هو باش يقعد. استناني لبيب وطني اقعد هكاكا. اي باش نثبت لكم ان لبيب طلع وطني راهو الى سوفي يقلب الفيستا. واللي كان يقاود معناتها كان يقاود قبل لقى جماعه اخرين يقاود لهم توا وطني على الاخر. او باش تراو اون ديريكت الوطنيه نتاع خونا لبيب اللي مسكين تم اقصاؤه معناتها. لبيب. شاركتوا معنا في الحقيقة مش في الكاميرا الخفية.